السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه لزياده الوزن بالنسبه للبنات اللي تيعانيو من النحافه المفرطه، العيالات الحوامل اللي طاح لكم الوزن بزاف وحتى اللي كيرضعوا. هاد الوصفه لجميع الناس الكبار والصغار، زوينه وفعاله وحسن من الدوايات، حسن من السيروات، حسن من شي الحصه ما عرفتيش مخلطين فيها. حافظوا على صحتكم حيت الصحه هي اهم حاجه، ونغلاضوا داك الغلط الزوين ماشي داك الغلط الخايب بالسيروات والدوايات. هاد الوصفه اقسم بالله العظيم وما كنحلفش لكم على الكتب، اقسم بالله الا داومتها لبنتي وغلاضت بها الى واحد الغلط زوين وبلا سخفه بلا نهجه بلا شراطي في الجسم بلا حتى شي حاجه. وكما قلت لكم امنه على الصحه ديال المراه الحامل والمرضعه. يعني هاد الوصفه الا كنتي كتعاني من النحافه المفرطه ولا بغيتي تزادي في شويه في الوزن، عليك بهاد الوصفه، ولكن المداومه ما عاديش نكذب عليكم. داومي عليها، دومي على واحد 30 يوم وانتي كتاخدي ليا بيرلي ومعاه جنجلان. الجنجلان راه منقي ومغسول، شديتو غير سخنتو واحد شويه، ما تحمروش، يسخنيه واحد شويه باش بغيتي طحنيه واحد نص طحنه في الخلاط، في ديك الطحانات العطريه راه كطحنيه شويه، ما بغيتيش راه كتخليه هكاك. المهم كتاخدوا ليا ضروري بيرلي هذاك الزرق، ماشي شي بيرلي اخر، بيرلي الزرق، وماشي شي ياغورت اخر، هاد الياغورت بيرلي. يوميا من وراء العشاء، من طبيعه الحال كتكوني كليتي مزيان تاشيتي، وحتى لما عندك الشهيه بقيت تاخدي لك واحد شي حبيبات ديال الحلبه على الريق، راه كيحلوا الشهيه لواحد الدرجه ما تصوروش. غير العيالات الحوامل ما تاخدوش الحلبه. العيالات الحوامل لما كانت عندك الشهيه تقدري تاخدي واحد المعلقه صغيره ديال النافع، راه زوين، راه كيحل الشهيه. وصافي كتاكلوا مزيان من وراء العشاء. كتاخذوا ليا هاد البيرلي فيه معلقه كبيره ديال الجنجلان عامره ديك ديال السبوله، كتميلونجيه مزيان فداك الياغورت بيرلي كما قلت لكم، وكتاخذيها اخر حاجه. اقسم بالله تتغلاضي الا داومتي على هاد الوصفه وكليتي مزيان. كولي لي بات، كولي داكشي اللي تيغلظ، كولي داكشي اللي تيغلظ، نقصيها من الزويه وداكشي باش ما تشحميش وتولي عندك الكرش، تولي مشرطه وداكشي ما كاينلاش. وصافي وصفه امنه على الصحه. وديما الانسان يشوف من هنا لقدام، ما يشوفش غير راه خصو يغلاض وخصو يزيان باش يرضي الناس، باش يعجب الناس، باش يشوف في راسك، حيت ملي كتخطاك صحتك حتى حاجه ما كتحلالك. شحال من وحده خرجوا على السيروات وداك الحسا وداك الشيء، كتولي كل عام ما زويناش، ما فورما ما والو. داك الشيء علاش ديما خذوا داك الشيء الطبيعي الزوين. وانا عندي بزاف ديال الوصفات لزياده الوزن. من طبيعه الحال غادي نبقى نبارطاجي معكم كل مره شي وصفه من طبيعه الحال اللي كتكون مجربه وزوينه. هاد الوصفه هادي راه مجربه، كنت كنديرها لبنتي، زوينه تقدروا تعطيها لوليداتكم الا ضعاف بزاف. يوميا بيرلي مع معلقه الشنجلان، وقسم بالله الا زوينه بزاف. وكما قلت لكم الجنجلان راه تيغلظ المناطق الانثويه، خطير في التسمين، زوين بزاف وتيدير لكم الحنيكات، وزوين زوين زوين بزاف. الجنجلان شي حاجه رائعه ما تحقروش، وما فيه لا ريحه خايبه، مذاق ديالو زوين. غير سخنوه واحد شويه في مقيله وصافي. نتمنى ان شاء الله حبيباتي تعجبكم الوصفه وداوموا عليها. وكما قلت لكم حتى العائلات اللي تيرضعوا الحوامل داوموا على هذه الوصفه، راه فنه خطيره خطيره. حتى بالنسبه للعيالات اللي عندهم وليداتهم تيرضعوا الحليب في الرضاعه، تقدروا تطحنوا الجنجلان، تسخنيه واحد شويه وتطحنيه وتبقاي ديري لهم معلقه صغيره ديال الجنجلان في الرضاعه، راه عامر بالكالسيوم، مزيان لعظيماتهم، زوين بزاف بزاف. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه حبيباتي، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينين، وكثروا لي التعليق باش يطلع لي هذا الكونت، وبارطاجيو مع الناس اللي عندكم في الواتساب. اي وحده عرفتيها بغات تزاد في الوزن بارطاجي مع هذا الفيديو، ونوضوا جربوا هذه الوصفه واحد 30 يوم وانت كتاخدي ليا بيرلي مع الجنجلان، وقسم بالله تتغلاطي. واخا تكوني كما بغيتي تكوني راه غادي تزادي من مناطق الصدر والمؤخره والحنيكات. عليكم ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو. بسلامه، الفيديو جديد.